ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ خفة، هشاشة، يا عن النعومة بتاعتها. هقول لكم دلوقتي حالا ازاي الجمال ده كله اتعمل. يلا بينا على المقادير. الله على الجمال. 3 بيض متوسط الحجم، لا كبير ولا صغير. هحط عليه فانيليا، نص معلقة فانيليا سايلة علشان الفانيليا دي مركزة. ها، اوعي تزودي لان الفانيليا دي ممكن تمرر لك الكيكة. انا هحط نص معلقة ومعلقة خل كبيرة، خل ابيض عادي خالص. كوباية من السكر، كوباية دي معيارية او بمج. الكوباية اللي هتعايري بيها كملي بيها كل المقادير بتاعتك. ده سكر حبيباته ناعمة، سكر تومين عادي ولونه ابيض عشان يخلي قلب الكيكة ابيض. اروح بقى اضربهم. شايفين الفوم اللي اتعمل؟ ومعايا كمان هنا كوباية من الزبادي. الزبادي ده زبادي بيتي انا اللي عاملاه في البيت، وكنا عملناه مرة كمان في رمضان على القناة. هعاير برضو بيه، مش هحط الكوباية اللي انا عاملاها دي مرة واحدة. هعاير على الكوباية المعيارية اللي عيرت بيها السكر، وكمان معيرة بيها الدقيق. هملاها كويس، معيار عادي. الكيكة دي كيكة زبادي هشة وطرية ورطبة، وهتعجبكم جدا وناعمة جدا وتحفة جدا ومساماتها ناعمة. مش هقول لكم الا لما تجربوا، مش هتصدقوا. انا هنا الكوبايه ما كفتش الكوبايه المعياريه، فجبت اللي هو الطاجن الفخار الصغير ده، برضو انا اللي عاملاه. وزودت بيه الكوبايه بتاعتي. انا هنا بحاول ابطط الزبادي شويه عشان يملى الكوبايه. هحطه برضو على الخليط دوت، وهضربه كمان مره. لازم اضربه تاني علشان حبيباته تبقى ناعمه وتدوب. شايفين الفوم وبيض ازاي وريحته تحفه. هنا بقى كوبايه معياريه برضو من الايه، من الدهون. هحط فيها كوبايه الا ربع زيت وربع كوبايه من السمنه، ومش مدوباهم قوي، يا دوبك دفيوا كده على النار. رحت معيراها في الكوبايه تاني. برضو هضربها ضرب مبرح. المره دي هضرب جامد، هضرب كويس قوي لغايه ما الخليط كده افتح وعمل فوم زياده. جبت بقى انا الكيكه بتاعتي هعملها في حله. الحله دي مقاس 24. هعملها فيها، مسحتها مسحه كده بالسمن خفيف اللي هو السايح، وبعد كده بدرتها بالدقيق. انا جبت طبق وحطيت فيه الخليط الناعم السائل بتاعي، ورشة ملح بقى كده على كوبايتين من الدقيق. الدقيق ده بالكوباية المعيارية برضو كوبايتين، ونخلاهم 3-4 مرات عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هحط عليهم كيس كامل من كيك شيف، احلى انواع الخميرة الحلوانية بصراحة، الحلويات. هقلب كويس لاني انا اساسا نخلة الدقيق. هقلب كويس. هجمع بقى الخليط السائل مع الخليط الجاف على 3 دفعات. الدفعة الأولى هدوب في اتجاه واحد برضو بالمضرب، وهحط الدفعة التانية والدفعة التالتة، وهحاول بقى أدوبه كويس قوي. الخليط ده، الكيكة دي لا خليط سائل قوي ولا خليط تقيل قوي، وسط. خير الأمور الوسط. احاول برضو كده امشي الاسباتولا بتاعتي من القعر كده عشان ايه، اتاكد ان كل الخليط اتدوب. هنا بقى جبت كوبايه عاديه كده من الكوبايات، وحطيتها في نص الحله علشان الكيكه دي هتطلع مرتفعه، فلازم اكون مفرغاها من النص عشان اتاكد ان هي استوت. انت ممكن ما تفرغيش لو عندك الصينيه اكبر من كده او الحله. انا هنا بالخله خططت فيها كام خط كده عشان ايه لو فيها فقاعات. هنا كانت هتتلسع من الشوايه شويه، بس الحمد لله لحقناها. وعلى فكره ما اثرش خالص وكان طعمها حلو. انا هنا هحاول بس احرك الكوبايه كده يمين شمال، ومش هسحبها لان الكوبايه بقها واسع وقعرها ضيق، فما ينفعش اشدها علشان ايه، ما تكسرش الكيك. جبت طبق سيرفيس كبير وقلبت عليه الكيكه بتاعتي. شايفين الجمال؟ هتطلع بمنتهى السهوله الكوبايه معايا. ابتدي بقى اقطع الكيك بتاعي. عايزه اقول لكم خدت بالظبط حوالي 35 دقيقه تسويه على 180 درجه. انا هنا بقطعها، وعلى فكره هي لسه دافيه، ما سبتهاش لما بردت. انا مستعجله، انتوا لازم تقطعوها بعد ما تبرد، هتبقى احلى واجمل. شايفين الجمال؟ شايفين الارتفاع؟
شايفين القلب ابيض ازاي؟ وعلى فكرة الكاميرا هنا ظلماه، هنا هي مرتفعة اكتر من كده، والبياض بتاع القلب بتاعها جامد شاهق يعني. معلش بقى الكاميرا والاضاءة ضعيفة، فما مش مبينة اللي انا بقوله اللي انا بتكلم عليه دوت. الله، تحفة تحفة تحفة. يا رب لو وصلت معايا هنا بقى لغاية المقطع دوت، انك تشتركي من القناة، ده شيء يشرفني وعلى راسي من فوق. واشوفك في فيديو جديد ان شاء الله، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.